السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة محمد صالح التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في يوم جديد هنتعرف فيه على أهم الدوال البسيطة المستخدمة في الإكسل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن واجهة البرنامج، إزاي نبدأ نشتغل على واجهة البرنامج، إيه اللي موجود، إيه الحاجات الأساسية، عرفنا إيه الفرق بين الرو والكولوم والسيل. كمان عملنا جدول بسيط بدأنا فيه ندخل البيانات بتاعتنا، وكمان أنا كنت مديكم تاسك إن أنتوا تدخلوا بقية البيانات بحيث إن أنتوا تجربوا بإيديكم وتبدأوا كده مع نفسكم أول تيبل بسيط ليكم. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على أهم الدوال وهنطبق عليها عملي. عايزكم كده معايا إن شاء الله بعد ما نخلص بإذن الله تطبقوا ورايا وإن شاء الله تستفادوا. يلا بينا نبدأ. أولا أنا عملت كده جدول بسيط عشان نختصر الوقت ونتكلم فيه هنعمل فيه إيه على طول عشان ما نطولش في الفيديو. إن شاء الله دلوقتي هنبدأ بأول دالة. دلوقتي أنا دلوقتي عندي دوت مبيعات طوال أيام الأسبوع. عايز دلوقتي أبدأ أعمل الحسابات بتاعتي واللي هي أساس الإكسل. طيب أنا دلوقتي عندي جدول بيتكون من عندك اليوم والمنتج والكمية والسعر القطعة وإجمالي البيع. يلا بينا نحسب كده إجمالي البيع لكل يوم. أنا عندي دلوقتي في إجمالي البيع عندي يوم السبت أنا المنتج عندي كشكول، وبعت عندي عشر كميات منه. سعر القطعة الواحدة من الكشكول 20 جنيه. تمام. طيب إجمالي البيع المفروض هيساوي، هعمل كده علامة يساوي، دي أهم حاجة عشان أبدأ فيها أي عملية حسابية لازم أدوس يساوي. هيساوي إيه؟ طبعا عشان إجمالي البيع هيساوي الكمية نفسها في سعر القطعة الواحدة، فالكمية عندي مين؟ اللي هي 10. فهدوس على إيه؟ هدوس طبعا كليك شمال على السل نفسه، فهدوس كده أهو، فكتبت عندي اتش 6 وهي فعلا هنا مكانها اتش 6. لو بصينا فوق في عندك هنا العمود فوق اتش، وعلى اليمين الصف عندك رقم 6. تمام. في تمام كده في مين؟ في سعر الايه؟ القطعة. فهدوس كده برضو عليها، راح حدد لي ديت سعر القطعة اللي هو في العمود اي الصف السادس برضو، وادوس بعد كده ايه انتر، فراح كاتب لي ايه اجمالي البيع 200 جنيه. تمام. يبقى 10 في 20 صحيح ب 200. طيب باقي الأيام هل أنا كل مرة هاقعد أكتب سعر القطعة في الكمية؟ لأ طبعًا. هو هنا دي بقى فايدة الإكسل. أنا هنا الإكسل اللي أنا اديته أول مرة هو كده فهم خلاص إن المعادلة دي بالصيغة ديّة. أنا بقى لو عايز أعمل في الباقي نفس الخطوات، فكل اللي أنا هاعمله هاجي هنا أقف كده لحد ما الماوس كده أهوّة يعمل الزر الزائد دوّة كده، وأعمل auto fill لتحت. تمام كده؟ ركز معايا هنا، هو ليه في السل دوت عامل شباكات كتير؟ عشان هنا الرقم هنا كبير، فما دام الرقم كبير فبتلاقيه بيعمل شباكات. حتى انت لو عملنا هوفر كده بص هو كاتب الرقم اهو 1750، فعشان هنا حجم السل قليل مش ساع الرقم، فعشان كده هو هنا ايه عمل شباكات كتير. طب والحل؟ الحل اللي انا هاجي اقف هنا كده على هنا كده فوق كده اهو، اهو كده اهو، راحت ظهرت اهو. ليه بقى؟ احنا كده دلوقتي وسعنا السل. قلنا لما بنعوز نظبط السل على مقاس او على قد الخانه اللي تملاها، قلنا بندوس كليكتين كده بين العمودين وبعض، فبتشيل ايه؟ فبتزود المسافه دي، فظهر هو الرقم عندي طبيعي مفيش مشكله. تمام. طيب ادي كده الحسابات بتاعتنا. حتى برضو لو انا حبيت اشيك عليها، الاحد عندي الكميه 8 وسعر القطعه 100، 8 في 100 ب 800، ولو كملت الباقي فهلاقي الناتج مظبوط. ماشي. طيب دي كده أول مرة إزاي أنا أعمل عملية حسابية. يبقى بدوس يساوي وأشوف بعد كده بحدد السل والأوبريتور بتاعي اللي أنا هعمل بيه العملية الحسابية. تمام ماشي. إحنا دلوقتي عايزين نحسب في الآخر عدد أو إجمالي البيع ده كله هيبقى بكام؟ طيب إجمالي البيع ده كله فبرضه زي ما عملت فوق هدوس يساوي. ماشي. أدوس أول سل زائد السل التانية زائد السل التالتة زائد السل الرابعة زائد السل الخامسة زائد السل الستة، وادوس انتر. راح كتب لي الاجمالي كله. الاجمالي كله كام؟ 3250. طيب هو انا هقعد اكتب، افرض انا عندي مثلا الاف السطور هقعد اكتب كده زائد سل زائد 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 زائد، لا ده الموضوع كده هياخد وقت كبير، وبالتالي ما ينفعش. فدي تيجي هنا فايدة الاكسل. هعمل ايه؟ همسح كده تاني. ماشي.
واجي هنا في حاجه اسمها ده اللي عندي اسمها sum. الsum دي بتعمل ايه؟ الsum ديت يكفي ان انا بحدد لها الرينج بتاعها البدايه والنهايه، وهي بتوصل للنهايه من البدايه للنهايه تجيب لي السمشن بتاعها. فبدوس يساوي اي داله، ركز معايا، اي داله عاوز ان انا اشتغلها لازم هدوس يساوي وبعد كده اكتب اسم الداله. هنقلب بس كده في الت شيفت كده الانجليزي ونكتب اسم الداله sum. هنختار اول واحده كده، هدوس عليها 2 كليك كده ظهرت هي الداله. ركز معايا في الداله موجوده في ايه؟ نمبر 1 نمبر 2 الى ما لا نهايه. ديت حاجه اسمها مصفوفه، هي هنا بتعد لي عدد الارقام في المصفوفه، شوف الرينج بتاعك كام وتبدا هي على اساسه تجمعه. طيب طيب فهم اكتر للموضوع، هنيجي فوق كده اهوت عندي في اللي هو الانسيرت فانكشن وندوس على علامه الاف اكس دي. بص كده لو دوسنا عليها ايه اللي هتلاقي نمبر 1 نمبر 2 دي ايه الرينج بتاعك اللي انت هتجمع بيه. ماشي. طيب فاعملها كده تاني، دي كده صم. ماشي. هعمل بقى كده، هعمل كده همد بس السهم عندي كده الاسفل كده، ادي هو عدي لي هنا من جي 6 ماشي لعند جي 11 وادوس انتر. فطلعت لي برضو 3250 برضو زي ما انا جمعتها قبل كده لوحدي. طيب انا عايز هنا، المفروض هنا عايز اعمل ايه؟ عايز انا اعمل اجمالي البيع الكلي. طيب في عندي مشكله كده بسيطه، انا الخطوط دي هشيلها ازاي؟ او انا عايز الحته دي كلها، انا مش هقعد انا مثلا اجي مثلا اقعد ادور على سل في النص كده عشان توزن الكلام، لا مش هينفع، انا لازم ادمج دي كلها مع بعض. فبعمل ايه عشان اخلي دي حته واحده سلايه واحده؟ بقوم محددها كده واجي اطلع فوق عندي حاجه هلاقي عندي اسمها حاجه اسمها ميرج اند سنتر، ديت تدمجهم كلهم لسطر واحد. فلو دوست كده عليها ادي هي شالتها لي ايه. هاجي هنا اقول ايه؟ اجمالي، اقلب بالعربي اجمالي البيع طوال الاسبوع. ماشي. كلام جميل. برضو هاجي هنا برضو عندي فوق انا عايز اكتب دوت هدوس برضو على الميجر سنتر واكتب فيه ده مبيعات اسبوع المحل. فهكتب هنا مبيعات اسبوع المحل. طيب نظبط بس الفونتات بتاعتنا كده. ماشي. نخليه الفونت هنا مثلا كده 18. ماشي. ونخليه بولد. ماشي. طيب نديله لون كده، شوف نختار مثلا لون آه، ماشي مبيعات اسبوع المحل. ماشي. آه، نغير لون الخط مثلا، حلو ده. تمام. طيب ماشي. وأسنطره هنا عشان يبقى متسنتر أفقي ورأسي. ماشي. وكده ظبطنا شكل التيبل بتاعنا. طيب أنا دلوقتي عرفت إيه؟ عرفت دلوقتي إجمالي البيع. طيب أنا عايز أعرف دلوقتي افريج البيع كام، يعني أنا ببيع لكل يوم متوسط كام؟ ما هو أنا بيبقى في عندي أيام كتير، أيام البيع فيها كتير وأيام البيع فيها قليل. أنا عايز مثلا عشان لما أجي أعمل تارجت في الأسبوع أبقى أنا عارف المتوسط اللي أنا ببيع بكام في اليوم. الإجمالي أو الافريج ده بيساوي مجموع القيم على عددهم. طيب أنا هاجي هنا وأعمل هنا ميرجن سنتر وأكتب هنا إجمالي لا متوسط البيع. تمام. طيب متوسط البيع هل أنا دلوقتي هقعد أجمع الأرقام دي كلها؟ أنا ممكن أعمل حركة، أنا مش جبت إجمالي البيع فادوس يساوي، هدوس السل ديت على عددهم هنا كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6، هنا 6 على 6 وادوس انتر. فكتب لي 541 و67 قرش. طيب مفيش حاجة أسهل؟ في حاجة أسهل. أول حاجة كده امسحها كده أو دوس يساوي. إيه الحاجة الأسهل؟ حاجة اسمها دالة عندي اسمها دالة الأفريج. نكتب تاني نقلب بالإنجليزي أفريج، أدوس عليها كده 2 كليك. ماشي. برضه هي زي دالة الصم كده بتحدد لها رينج وهي بتحسب اوتوماتيك مع نفسها، بتحدد هي عددهم وكده. فأحدد هنا الأرقام أهي وأدوس إنتر. فطلع لي برضو نفس الرقم 541 و67 قرش. ماشي. يبقى دي تاني دالة إحنا اتعلمناها. بعد كده أنا برضو
طيب هو في حاجة هنا، هو أنا كل مرة كده هقعد أكتب كده، أقعد أعمل ميرجن سنتر وكده و... وعشان أنسق؟ لأ، هو نسق واحد أنا همشي عليه. هاجي هنا، طب أنا عشان أنقل إزاي الفورمات اللي أنا خدته دوت، هدوس على حاجة اسمها هنا فورمات بوينتر. كده هو خد التنسيق دوت، أعمل له كوبي وأجي هنا أعمل له هنا بيست. تمام. فكده إيه، خد نفس التنسيق. أجي أكتب هنا إيه، أنا عايز أكتب هنا الأكثر، نقلب بالعربي، الأكثر مبيعًا. ماشي. طيب، وبرضه بالمرة هنا فورمات بينتر، وهنا الأقل مبيعًا. ماشي. طيب أنا عايز أحسب دلوقتي الأكثر مبيعًا. هل أنا هاجي هنا على إجمالي البيع في كل يوم وأقعد أقارن لك الرقم الكبير والرقم الصغير؟ لأ، الموضوع هيكون صعب جدًا، وبالذات لو أنت عندك داتا كتيرة جدًا. طيب الحل إيه هنا؟ الحل عادي برضه، الإكسل سهّله لي في دالة اسمها maximum، اللي هي بنرمز لها بالرمز max. فهندوس هنا، فهنكتب هنا نقلب بالإنجليزي max، ظهرت لي دالة الماكس 2 كليك. فهي هنا برضو زي دالة الصم والافريج، بديها رينج برضو، وهي بتحسب مين الأكبر. تمام. فأكتب كده، فأحط لها كده تاني كده وأدوس انتر. فقالت لي أكتر يوم هو المين الألف، أكتر قيمة اللي هي ال 1750 جنيه. تمام. طيب الأقل مبيعًا، الأقل مبيعًا برضو حاجة اسمها مينيمم، فهعمل هنا مينيمم. فظهرت لي الدالة 2 كليك، 2 كليك برضو نفس السم، برضو هديها برضو مدى الرينج بتاعي اهو، انتر. فقالت لي اقل يوم هنا 50 جنيه. ماشي. تمام جدا. طيب انا دلوقتي افرض انا عندي داتا كتير وعايز اعرف عددها، او انا عندي مثلا، انا وليكن عندي عملاء مثلا، وعندي ناس كتير اشترت حاجات كتير، انا عايز اعرف المحل ده كام واحد دخل في اليوم. اعرفها ازاي؟ هل انا هقعد اعد سل سل كده عشان اعرف العدد؟ لا طبعا. فانا هنا برضو هنقل هنا الفورمات بتاعتها، او خد بالك احنا برضو ممكن نعمل حاجه. انا اجي هنا كده واعمل هنا كده اوتو فيل، وبس انا مش عايزه ينقل الكلام، فاعمل كده. فهقول له هنا فيل فورماتنج اونلي، برضو احنا اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت. تمام. طب هو برضو زي برضو هي بتساوي برضو فورمات بينتر، ان هي بتنسخ نفس التنسيق اللي انت عامله قبل كده. طيب انا هنا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اقول له هنا او مثلا هنقول له هنا عدد الايام. انا عارف ان هم 6، بس انا برضو عايز اتاكد. عدد الايام، آه في عندي دلوقتي شقين، في عندي دالتين اسمهم كاونت وكاونت ايه. دالة الكاونت ديت بتعد بس ارقام، اما دالة الكاونت ايه فدي بتعد ارقام، حروف، جمل، اي حاجة. طيب انا دلوقتي عايز اعد الايام، فهجرب ايه؟ فهنبدأ بكاونت. كاونت ايه هي اللي هتعد الايام. كاونت ايه، ركز معايا، هو كاونت وكاونت ايه ظاهرين له، انا هختار كاونت ايه. تمام. فانا دلوقتي هحسب ازاي عدد الايام. هاجي برضو هنا واكتب دالة الكاونت ايه اهي، اختارها واعد وادي اهي الايام اهي، وادوس انتر. فقالت لي 7 ايام مشكورة، فالاجابة برضو 7 ايام دي عددها صح، فانا كده اتاكدت انها صح. طيب، طب انا لو جربت الكاونت وخليت دي مثلا كاونت، حلو كده، ايه اللي هيحصل؟ دوس كده انتر، عرضت لي صفر. ليه عرضت لي صفر؟ لان احنا زي ما قلنا الكاونت هي بتعد ارقام بس. طب ارجع تاني كنترول زد، هنقول له مثلا ايه، وليكن مثلا عدد المنتجات، نقول له هنا عدد المنتجات، عدد المنتجات. ماشي. عدد المنتجات هستخدم هنا دالة الكاونت. ماشي. فقلنا هنا مش الكاونت ما بتقبلش هنا حروف مثلا ورموز وكلام من ده. فهنختار هنا، هنشوف هنا الصف اللي هنا اللي فيه الارقام اهوت، هو برضو ده اللي هو القيمة بتاعة المنتج نفسه، عدد الكمية نفسها. فانا لو عملت كده ودوست انتر، عرضت لي هنا
عددهم فعلا اللي هو 6. تمام. طيب ركز كده معايا، لو انا خليت هنا ده خليته مثلا هنا مثلا وصل مثلا الصف ال 12، ايه النتيجة؟ ندوس كده انتر فلقيته عرض لي 6. الله، طب انا ازاي انا حاطط صف كمان وازاي مش عارض القيمة؟ قال لك لا، كاونت بتعد الارقام بس، طب الفراغات ما بتعدهاش. طيب ما نجرب كده. طيب عدد الايام ديت لو احنا جربنا هنا مثلا في الكاونت ايه، شوف كده بتعد ولا لا. فانا لو دوست عليها كده تعديل، انا مثلا وليكن هخلي الرينج بتاعي هو ده، فليه اتعرضت لي 7؟ طب ليه هنا ضافتهم؟ هنا هي عدت بتعد الفراغات عادي ما عندهاش مشكلة. فالكاونت ايه انا بستخدمها عشان اعد بيها الجمل، المسافات، ما بتجيب كله. اما الكاونت فهي بس بتعد لي الارقام. تمام. ده كان الجدول بتاعنا البسيط. اتمنى الجدول يكون مفيد، واتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده، ويا رب تنول اعجابكم. لو اعجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وكومنت، وأتمنى إن أنتوا بعد ما تخلصوا الفيديو إن شاء الله تبدأوا تطبقوا واحدة واحدة، وإن شاء الله بإذن الله توصلوا لنتيجة كويسة. وانتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.